السلام عليكم، شلونكم اصدقاء؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جهاز اليوم اللي وياي هو احدث جهاز نزل عندنا في الاسواق العراقيه، ريدمي باد برو. جهاز مواصفاته جيده وسعره جدا معقول، لذلك خلوكم وياه نشوف شنو مميزاته واكيد شنو عيوبه، بحيث في نهايه المراجعه راح تعرفون هل هذا الجهاز مناسب لكم لو لا. لذلك إذا ما كنتم مشتركين لازم تشتركون حتى يصلكم كل الفيديوهات الجاية. ويلا خلونا نبلش. قبل لا أدخل في المراجعة، ريدمي باد برو إلى أخ ثاني نفس المميزات وأيضا نفس الشكل، ولكن فقط الاسم يختلف اللي هو بوكو باد، والجهازين تابعين لنفس الشركة. ما أعرف ليش منزلين البوكو باد وعندك جهاز نفس المميزات ونفس الاسم، غريبة. بالبداية خلونا نتكلم عن خامات الجهاز. عندك الإطار والظهر من الألمنيوم ويجيك بوزن 571 جرام. تصميم الباد جدا بسيط، بحيث عندك منفذ الشحن، وأيضا الباد يدعم منفذ 3.5 ملي للسماعات. عندك كاميرا خلفية واحدة والثانية هو فلاش للإضاءة، وأكيد مع دعم تقنية الدولبي أتموس اللي راح يعطيك تجربة ممتازة من ناحية الصوت. ويدعم تركيب ذاكرة خارجية المايكرو SD، ولكن ما يدعم تركيب شريحة للاتصال. والشاشة يجيك بحجم جدا ممتاز لمشاهدة الأفلام والمسلسلات 12.1 إنش، وبنوع IPS LCD وبمعدل تحديث 120 هرتز. ودقة الشاشة 1600 في 2560 بكسل، وكثافة البكسلات 249 بكسل في كل إنش، والسطوع هو 600 نيتس. والشيء الممتاز بهذا الباد انه يجيك بطبقة حماية زجاج غوريلا جلاس 3، ويدعم تقنية دولبي فيجن، ونسبة استحواذ الشاشة تقريبا 84%. صراحة مميزات الشاشة جدا ممتازة بهاي الفئة السعرية. وهسه خلونا نشوف شنو المعالج اللي يجي بهذا الباد. نوع المعالج بهذا الباد من كوالكوم سناب دراجون 7S جين 2 بمعمارية 4 نانومتر، اللي راح يقدم لك تجربة تصفح جيدة، وأيضا من ناحية تعدد المهام من خلال فتح أكثر من تطبيق، بحيث راح يكون الأداء سلس وما راح يواجهك أي مشكلة. والألعاب بشغلها على 60 و90 فريم، وخاصة لعبة الببجي اللي يشغل لك إياه على 60 فريم راح يعطيك أداء سلس وما راح يواجهك أي مشكلة من ناحية الحرارة، ولكن في حدود الاستخدام الطبيعي. والشيء المميز بهذا الباد انه تقدر تربط اي جويستيك عندك موجودة، ومن خلاله راح تحصل على تجربة العاب بشكل افضل. واكيد بما انه هذا الباد يدعم القلم اللي سعره تقريبا 52 ألف عراقي، راح تقدر تستخدم الباد لهواية امور، بحيث يخليك تنجز المهام بشكل اسرع، من ناحية اذا كان عندك مونتاج فيديوهات او صور، وحتى اذا عندك تصاميم تقدر تنجزها من خلال الباد. وحتى الطلاب راح يفيدهم هذا الجهاز من ناحية الدراسة. واكيد الباد يجيك باحدث واجهة مستخدم من شاومي، الهايبر OS المبني على الاندرويد 14. والرام عندك 8 جيجا بايت، وتقدر ترفعها الى 12 جيجا بايت عن طريق الاخذ من الذاكرة الداخلية اللي يجيك بحجم 256 جيجا بايت. وهسه نتكلم عن الكاميرا. مثل ما متعودين في اجهزة الباد او التابلت انه الاهتمام في الكاميرا جدا قليلة، بحيث راح يجيك هذا الباد بكاميرا خلفية واحدة 8 ميجا بكسل، والامامية ايضا كاميرا واحدة 8 ميجا بكسل. صراحة راح يقدم لك اداء متواضع، بحيث راح يفيد اكثر شيء طلاب المدارس والجامعات، اللي من خلال الكاميرا عندك ميزة المستندات، تقدر تسوي سكانر للملفات والملازم اللي عندك، وايضا يفيد في مكالمات الفيديو. واما غير هذا الشيء الكاميرات ما لهم اي فائدة. واقوى ميزة بهذا الباد هو بطاريته، يعني يجيك بسعة 10,000 ملي أمبير، وهذا الشيء راح يخليك تستخدم الباد بأريحية من ناحية الشحن. وعندك شاحن بقوة 33 واط، يعني ادرس والعب براحتك من ناحية البطارية. وهسه بما أن عرفنا المميزات، شنو عيوب الباد؟ صراحة العيوب قليلة بهذا الباد، ولكن أكثر عيب شفته بهذا الباد اللي هو الكاميرات. المفروض ما تكون 8 ميجا بكسل، تكون أعلى من هذا الشيء ويصور بدقة أعلى، مو فقط فول HD. وهذا فقط كان العيب الوحيد بهذا الباد بوجهة نظري. وهسه سعر الباد بالدولار 265 وبالعراقي 385 ألف. صراحة مميزات جيدة وقيمة سعرية ممتازة، راح يخلي هواية مستخدمين يفكرون بهذا الباد. وفي النهاية بما أنه عرفنا المميزات والعيوب والسعر، الاختيار يمكم، هل هذا الباد مناسب لو لا؟
وهنا كملنا المراجعة. أتمنى أن استفادتوا. لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل الفيديوهات الجاية، وفي أمان الله.